عندي هنايا التمر اللي شريته هكا معجون، كيتباع هكا معجون. وعندي هنايا اللوز اللي محمر بالقشره ديالو. ولا التنسيم عندي شويه ديال القرفه. صافي غنعجن هاد العناصر مزيان. غندخل هاد اللوز في هاد التمر هكا مزيان. حتى ما يبقاش يبان لنا اللوز. صافي كندخلو داك اللوز كامل في التمر. صافي دابا كنديرهم على شكل حرابل، اما صغار اولا ديرهم كبار. صافي وكنبقاو قادو بيدينا باش يبقى اللوز لداخل. صافي حنا كنقادو بيدينا باش يبقى لنا اللوز دائما لداخل التمر اللي مغطيه. صافي كنديرو في المجمد حتى يبردو مزيان عاد نقطعوه. صافي برد مزيان دابا غنقطعوه. وكنميلو هكا التقطيعه باش يجينا على شكل بحال الشكل ديال الفقاص. هانتوما كتشوفوا كي كيجي. ملي كيبرد راه كيتقطع بسهوله، كيجي المنظر زوين وما فيهش مقادير بزاف. كتشوفوا المنظر ديالو كي كيجي بداك اللوز والتمر. ملي قطعناه كنهزو بالوحيده هكا ونديروها في الجنجلان على هذا الشكل. صافي وكنستفوهم. باش البلاصه كاع اللي فيها التمر غتلبس بالزنجلان. ولا ما بغيتوش فاش كيكونوا بودان غديروهم في الجنجلان. غير بهذه الطريقه هذه انا باش كتعجبني انها كتلبس مزيان بالزنجلان من الجوانب كاملين. المهم جوج طرق، الطريقه اللي جاتكم سهله غديروها. ودائما ما تنساوش تجربوا الوصفه وتردوا عليا وبالصحه والراحه.